طب يا رجاله، كفايه عليكم كده. نفطمكم بقى، صح ولا ايه؟ اللي هنا اللي مفخده قاعده 24 ساعه اكلين شاربين نايمين. كفايه عليكم كده بقى عشان القص يحص. احنا نفطمكم النهارده. السلام عليكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وحالكم في احسن حال. فيديو جامد النهارده. احنا جايين نفطم الزغاليل وجايين كمان نعالج النتال مونيمنز. عندنا حاجات كتير في قلب الفيديو، وكمان في زغاليل للبيع. قبل كده يا صديقي ان اللايك بيفرق معايا، فاتمنى ان الفيديو ده يوصل 500 لايك. جايب لكم حاجات حلوه قوي قوي في الفيديو، وفي مفاجأتين في الفيديو هتعرفوهم في اخر الفيديو. فكمل الفيديو. حاجات كتير الفتره دي حصلت انا ما كنتش متوقعها، في حاجات حلوه وفي حاجات الحمد لله تمت، نصبر عليها لحد بس الدنيا تبقى تمام، الحاجه تبقى في ايدينا، وبعد كده نطلع نتكلم عليها. يا صديقي تركز معايا في الفيديو ده ممتع وفي مفاجآت حلوه قوي قوي قوي. فخلينا يلا نبدا. زي ما قلت لك ان احنا بنبدا على طول من عند القص الباكستاني، المره دي هنبدا من عند القص الباكستاني. تمام كده. بص، اللهم صل على النبي. الله اكبر. ده اول زغلول من العش التاني بتاع الحماريات، فالحمد لله. ودي اول مفاجاه حلوه معانا. تمام كده. اتفقنا يا صديقي ان انا بقول لك على الحاجات اللي انا بعملها مع الحمام بتاعي. فمن النصايح اللي انا هقول لك عليها ولازم تعملها مع الحمام بتاعك، ان في اول ايام الفك واول ايام اللبع حاول ما تقلقش القص، وتطمن القص على قد ما تقدر للمكان بتاعك. فعشان كده احنا مش هنبص على الزغلتين دول، وخلينا نكمل الفيديو ونشوف ايه. تعالى نطمن على القص المونيمنز. احنا لسه ما لقيناش الدكر. تمام كده. بما اننا ما لقيناش الدكر، فاحنا عندنا مهمه وهي الاوميجا 3 بلس. تمام كده. احنا نشتغل مع الطيرة عشان خاطر تحصي الاوميجا 3 بلس. ده من الاسباب المهمة جدا ان انت تشتغل بيها مع الحمام بتاعك، عشان خاطر لو في نت مريحة ولا حاجة تبدأ تحصي ان شاء الله. ندي قرص مباشر للحمامية، وهوريك بندي القرص ازاي. بصوا يا رجالة، يا رب تكونوا ايه شايفيني. بس نطلع ايه المسقة دي عشان هنحتاجها. نجيب الطيرة. تعالي، ده تالت يوم ان شاء الله للطيرة دي. بتاخد ايه الحباية دي. تمام كده. متقلقش خالص، تعامل مع الحمامية بحذر طبعا، بس حاول ايه ان انت ما تخافش على الحمامية. الكبسولة ايه بالله بس سنة ماء عشان تنزل، وبعد كده ايه. الله اكبر. الطيرة دي احنا هنلاقيها النهاردة للذكر. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونلاقي الطيرة للذكر. القص دول يا رجاله زي ما انتوا عارفين ما خدش منهم غير زغلول واحد، واكيد عارفينه. لو متابعني اكيد هتعرف الزغلول دوت. واحنا بنشتغل مع القص اصول. انا دلوقتي اشتغلت اوميجا 3 بلس عشان احفز النتايه ان هي تشتغل، ولو عندها مشكله في عنقود البيض تتحل. تمام كده. وكمان ريحت الذكر شويه وحطهم بعض عن بعض شويه، يمكن الذكر مش زايف. في حاجات كتير بتخلي النتش ما تحصيش ان يكون الذكر بتاعها مثلا مش زايف ولا حاجه. فاحنا كده عملنا معاهم اصول 3 ايام او 4 ايام، والنتايه خدت اوميجا 3. وانا كده كده شغال مع الذكر بسلينيوم ان شاء الله باذن الله يحص في اقرب وقت. الباب ده بقى رجاله اللي احنا هنفطم فيه الزغاليل. بس قبل ما نفطم الزغاليل تعالى اقول لك الزغاليل اللي للبيع، واقول لك انا ليه ببيع. القص دول بسم الله الرحمن الرحيم دول هيتفتموا خلاص. تمام كده. الزغلولتين دول احنا خلاص هنربيهم من نفسنا. اوعى يا اسطى، يا اسطى اوعى يا اسطى. تمام كده. ايه بقى اللي هيتباع يا معلم؟ الزغلولتين دول انا كنت بخليهم لنفسي برضه. تمام. بس احنا محتاجين مكان، فاحنا هنستغنى عن الزغلولتين دول، وهنستغنى عن الزغلولتين دول. واللي محتاجهم يكلمني او يسيب لي كومنت وانا هبعت له رقم الواتساب
شاء الله باذن الله يا رجاله. مفيش شحن، حمامتين مفيش شحن، اللي محتاجهم هيجي ياخدهم من المنيب او من البيت ان شاء الله. وباذن الله سعرهم مش رخيص عشان برضو نبقى متفقين. حمامتين انا كنت مخلوهم لنفسي، حمامتين كويسين فسعرهم مش رخيص. تمام كده. يبقى الزغلتين دول اللي للبيع، اللي محتاجهم يكلمني ان شاء الله. والدكر ده خلاص كده صاحبه هيجي يوم الاثنين ياخده. طبعا رجاله احنا بقالنا بالظبط 3 ايام ملاقيين الطيره دي على الدكر ده، وان شاء الله باذن الله يحصل. بعمل معاهم ايه؟ انا بنزل الصبح الساعه 7:30، بفتح الباب ده واسيبه كده كده. الاضاءه بتاعت الاوضه انا بقفلها وانا نازل، لان كده كده في شمس ربنا. تمام كده. فمحدش بيولع النور غير لما انا برجع من الشغل الساعه 9:30 10 بالليل، ساعه كلفه الحمام ده. قبل ما بولع النور بلم الحمامتين دول واحطهم ان شاء الله باذن الله يحصوا، ويبقى الحصى عمران. عشان انا اشتغلت برضو مع الدكر نتاية مقصوصين من عند فتحة المجمع عشان خاطر ربنا يكرمنا ان شاء الله بيخصبوا، وديهم بيكسروا في السلكة من بره، رغم ان العين دي مش صغيرة، بس ربنا يبارك ان شاء الله والحمامتين يشتغلوا. الحمامتين دول احنا لقيناهم من 4 ايام تقريبا. تعالى اقول لك لقينا لهم ايه حطهم. القص ده حصه وانا محضر حصاهم. تمام كده. كنت منيمهم على حصوتين بلاستيك، ان ده حصة حصوية واحدة. تمام كده. فاحنا شلنا الحصى من عند القص ده، وكمان قص حضان تاني برضو كان عنده حصى، بس الحصى بتاعه طلع مش عمران، فاحنا برضو شلنا من عندهم الحصى عشان ان شاء الله باذن الله يحصوا مع الخضر. ان شاء الله ربنا يكرمنا من تحتهم بزغلولتين كويسين ان شاء الله. زي ما احنا متفقين هنا في حصوتين حماريات القص راقد عليهم، وقلت لك في حصوتين سكرتات انا كنت سايبهم تحت القص. السكروته ده احنا خدنا منه حصوتين، وده ان شاء الله يكون رابع عش ليهم. فاحنا باذن الله العش ده يكونوا عمرانين، وان شاء الله باذن الله نبدا بقى ايه نريح الطيره دي ونشغل الطيره التانية. اوريكم الطيره التانية عشان احنا خلاص عشان عايز عنكم حاجه. دي الطيره التانية اللي واقفه. تمام كده. ان شاء الله باذن الله الحماميه دي ربنا يكرمنا برضو ناخد منها زغلولتين. سكه محترمه وحماميه محترمه. الحماميه ايه مأجرة من عند وشها، بس ربنا يكرم تلم وكده كده. اصلا ايه يعني قعدت مرة واتنين وتلاتة. هي يعني هي مقفولة من تحت مفيهاش مشكلة، هي بس مهجرة من عند وشها عشان انا خدتها من الدكر اللي كانت معايا. تمام كده. حضر حصاهم فين بقى يا عم اسلام؟ حضر حصاهم هنا عشان خاطر اللهم صل على النبي. الطيرة دي فضلت يومين كده قصعالي ديلها بطريقة غريبة، فانا ما حسيت ان في حاجة غلط قلت ايه لو بكرة ما نمتش الحصواية انا ايه انزل لها الحصواية. فالحمد لله جيت لقيتها محصية حصواية، بس حصواية بريشت، هي تقريبا مكانتش قادرة تنزلها او مش ملكاها الله اعلم، فحصت في نفس الوقت. فربنا يكرم ان شاء الله الحصوتين يبقوا عمرانين وربنا يبارك لينا وليكم. ده قص ان شاء الله باذن الله على حصى. تمام كده. دول اللهم صل على النبي قص برضو تحتيهم حصويتين الخضر اللي احنا خدناهم من الطيرة. دول برضو الحصويتين رايقين، فاحنا هنسيبهم لحد ما نلاقي القص السكرتات. برضو من ضمن الاسوس اللي ان شاء الله باذن الله يحصوا برضو مع الخضر او السكرتات ان شاء الله باذن الله يحصوا معاهم. نبدا نسمي الله كده وناخد الزغاليل اللي احنا هنفطمها. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اي زغلول على بس هي ولعت في الشارع.
شوف كده الزغلول من ضمن الزغاليل اللي هتخرج. خلاص حمامتين بص خلاص كده يا رجاله، هم يعني كمان خدوا حقهم بزياده لان هم بطلوا حمامتين جاهزين. فربنا يكرم ان شاء الله ويبارك لصاحب النصيب. ادي كده ايه زغلولتين هنا عشان خلاص بقى القص يبدأ يحصي وربنا يكرمنا من وراه حصويتين تانيين او نحضن تحتيه اي حمام وظيفي. وعندنا الاساتذه دول بس الباب عشان واطي فبيبقى صعب اوي ان انت تخش تجيب الزغلول منه. فربنا يبارك ان شاء الله. بسم الله الزغلول ده رجاله مش هياخد، ده اللي انا خليته من ضمن الزغاليل ده واخته القشائيه بس. الباقي ان شاء الله الزغلولتين دول الزغلولتين الحملات هيخرجوا ان شاء الله باذن الله. تعالي يا لولو. وادي اخر زغلوله ونفطمها. طبعا موضوع الفطامه يا رجاله بيبقى يعني كل واحد بيبقى ليه مدرسته. في ناس بتفطم قبل الاكل عشان خاطر الزغاليل تبدا تلقط مع بعضها، وفي ناس بتفطم بعد ما يكلفوا ويخلصوا ويبقوا موجودين في نفس المكان اللي فيه الاهالي، عشان في الغالب الزغاليل لما بتبقى لوحدها بتبدا ما تاكلش يوم التاني، بتبدا تخس، وده انت اكيد مش عايزه. بس هي مدارس، يعني كل واحد بيعمل اللي هو اتعلمه او اللي هو شايفه صح، ودي صح ودي صح. فربنا يبارك لصاحب النصيب اللي هياخد الاربع زغاليل. ان شاء الله ربنا يبارك لنا في الزغلولتين اللي احنا هنخليهم. عندنا ايه بقى رجاله؟ خلاص على فك ان شاء الله باذن الله. القص دول ان شاء الله باذن الله على فك تحتهم حصويتين وحصويتين عمرانين والدنيا تمام. ايه تاني؟ القص دول كمان اللي انا عايز اقول لك ان الدكر ده والمتايه اللي في السلاكه التانيه اللي في وشه دي دول اصلا عش واحد اخوات، فانا خالفه مديله النتايه دي ومدي النتايه دي لمارادونا. معلم مارادونا مشرفني اقسم بالله مشرفني تمام كده. ودول برضو معاهم حصويتين والحصويتين ايه على فك عشان خاطر يبقى احنا كده بصينا على كل الاسوس. القص ده تحتيه حصوايه واحده من حصى مارادونا والنتايه بتاعته. النتايه حصت حصويه واحده المره دي ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي جايه نشتغل عليها ان شاء الله تحصل ودنيتها تبقى تمام ميبقاش فيها مشكله. حاجه قبل ما اقول لك المفاجئتين ان احنا خلاص نظبط الحلوين دول عشان الفيديو الجاي نلاقيهم. خلاص زي ما انت شايف كده الدكر بيلم نواعم هم جاهزين، ممكن الاقيهم دلوقتي عادي بس هم ما شاء الله. استني لما الدكر زي ما انت شايف كده الدكر لسه برضو في سنة نواعم عند رقبته كده، فمستنيه يخلص خالص عشان خاطر ايه ما يروقش. بما انك وصلت لحد هنا في الفيديو فانا هقول لك على المفاجأتين. المفاجأة الاولى ان احنا جبنا حمام جديد، والحمام الجديد في العزل، والحمام اللي كان عندنا والنتاية عقدت بتاعت الفيديو اللي فاتت هفرجك عليهم المرة اللي جاية وهم معاهم مفاجأة. هما 3 مفاجآت كده مش مفاجأتين. الحمام اللي كان في العزل خرج تمام، وهنجيبهم النهارده ندخلهم السلاكة، ولما نيجي ان شاء الله بإذن الله ننقلهم هفرجك عليهم واحنا بننقلهم وافرجك على المفاجأة تمام كده. تاني حاجة ان احنا جبنا حمام جديد. تالت حاجة ان احنا ان شاء الله النهاردة السبت يوم الاثنين معانا ضيفين، احتمال يبقوا 3 بس هم الاكيد ان شاء الله 2.
باذن الله باذن الله اعمل لكم فيديو محترم قوي قوي مع ضيف مهم قوي قوي انتوا بتحبوه. هستناكم تكتبوا لي في الكومنت مين الضيفين دول واحنا رايحين نعمل ايه. تمام كده؟ فاحنا كده صورنا الفيديو. الحمامتين اللي انت محتاجهم، لو انت محتاج الحمامتين تيجي تاخدهم من عندي من البيت او اقابلك في مترو المنيب ان شاء الله باذن الله، طبعا بعد ما نتفق على سعر الحمامتين. غير كده مفيش، يعني مفيش شحن عشان خاطر اغلبيه الرجاله بقالها فتره بتشحن، بتحصل مشاكل في الشحن واختلاف ما بين الناس وبتاع، فاحنا بعيد عن الموضوع ده. خليني ايه، تيجي تشوف الحمامتين عجبوك اتفضل تاخدهم تحاسب عليهم، ما عجبكش خلاص بتسيبهم، تيجي تشرفني تاخد واجبك، مفيش اي مشكله ومفيهاش زعل. تمام كده؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تقولوا لي احنا هنبقى عند مين ان شاء الله بعد بكره يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله. نستمر على الفيديوهات دي وننزل يوم ده لو قدرنا ان شاء الله. كان معكم اخوكم اسلام ابو كنده من مكانكم من سلكتكم. سلام عليكم.